لازم في الفترة اللي احنا فيها دي، في غلو الاسعار اللي احنا فيه ده، ان احنا بقى ايه نستغل الفرصة. ازاي؟ ان احنا لما نلاقي عرض كويس على المناديل نجيبه على طول. انا ما بقيتش اجيب مناديل في بيتنا. اللي هو فيه ايه الاسعار دي؟ ايه اسعار المناديل دي في ايه؟ انا مش فاهمه. بميتينات وحاجات كده غريبه ليه يعني؟ ده في الاخر ورق. بالصدفه امبارح كنت في فتح الله، اللي هو بيت الجمله عامه يعني. لقيت عرض كويس جدا على مناديل جود كير. كان عامله التلاتة عامل 48 جنيه، اللي هو كويس قوي. في حيز بقى ان ابويا كان لسه جايب نفس العلبه اهي بس بقى ان هي فردانيه. اهي اهي نفس الاسم ب 30 جنيه. دي كده لوحدها ابويا جايبها ب 30 جنيه. فاللي هو ازاي؟ فقلت لبابا طبعا على العرض. جبت له عرض زي ده، انا ده جايباه لنفسي هو. شلناه جوه علشان فيه اهو واحده مفتوحه وكده. وكمان لقيت عرض حلو قوي قوي بالنسبه لي على المناديل المبلله. دول كده كانوا عاملين اتنين مع بعض 20 جنيه. طبعا المناديل برضو المبلله كذلك هي كمان غليت قوي قوي قوي. وفي كمان برضو عرض كده حلو كده برضو جوه علبة كده عبوة كبيرة، مناديل برضو مبللة، كانت عاملة تقريبا مش عارفة 30 حاجة زي كده، مش عارفة. هي كويسة يعني. فانا ده اللي شد انتباهي الاول فجبته. فأو ان هو مكتوب ان الباكت الواحد فيه 40 منديل يعني. بس انا حاسة ان هو اكتر من كده، مش عارفة ليه. فما علينا، اهم حاجه ان انا جبت. انا كان بقالي كتير جدا بكتير قوي 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 فعلا. لان انا اصلا كنت ما شاء الله، كنت لما كنت متجوزه كنت جايبه من الحاجات دي كميات. حتى المناديل بتاعه المطبخ وكله كنت جايبه كميات بصراحه. فقعدت معايا فتره كبيره. وطبعا لما خلص بقيت بقى اجيب ايه الحاجات الصغيره يعني اللي زي ده بس الصغير. وده بصراحة بينفع في الشنطة. لو أكلتي حاجة برا بينفع أي حاجة. عيل معاكي كب حاجة مش عارفة ايه، بينفع. فقلت لا يا بت ما تسيبيش العرض ده وهاتيه. فدي كده تاني حاجة معايا. تالت حاجة بقى كده معايا الحمام الكريم ده اللي شكرت لكم فيه قوي 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 قوي، اللي هو فاتيكا بجنين القمح. حلو جدا، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليه يا رب. بس اخد نفس النتيجة اللي انا اخدتها منه قبل كده. انا اول استخدامي ليه كان جنين القمح، وكان الباكت اللي هو كان مش عارفة وقتها كان عامل 7 جنيه. انا ما لقيتش تاني منه يعني. فلقيت امبارح العبوة دي مش عارفة تقريبا ربع كيلو، كانت عاملة 26 جنيه. برضو بلاقيها في اماكن تانية اغلى من كده. فانا اللي هو ايه، انا كنت هطنش ومش هجيب. وكنت عارفة ان انا آم، هندم ان انا ما جبتش حاجه زي كده. فقلت لا يا بت هاتيه بقى وخلاص. فرحت جبته. ان شاء الله اخد نفس النتيجه منه، وانا من مكاني هذا بشكر لكم فيه. طبعا انا هنا عند بابا علشان بابا عامل عمليه في عينه وكده. ف لما اروح ان شاء الله هعمل لكم فيديو حلو قوي عن الحاجات اللي عجبتني واللي ما عجبتنيش الفتره الصغيره اللي انا وريتكم فيها كذا منتج كده طلعته معايا. فانا طبعا للامانه لازم اطلع واقول رايي فيهم يعني، بما ان طلعوا على قناتي يعني. فبس جبت دوت او ديت ب 26 جنيه. هي المشتريات حاجات بسيطه جدا، حتى كمان كنت محتاجه، حتى بصوا يعني ما كانوش في الحسبان يعني. كنت محتاجة كمان كركم وكاري. فجبت ب10 و10 ده الكركم حبة حلوين بصراحة ب10. واللي خلص من عندي خالص الكاري. طبعا الكاري غالي. ف دول ب9 جنيه و60 قرش. فاللي هو ايه، انا بستخدم كركم وكاري كتير جدا اوي في البيت. ده الكيلو منه بعامل 160 جنيه. مش عارفه، بفكر ان انا اجيب في مره ربع منه. بما ان انا في البيت بقيت بحب ان انا استسهل ان انا اعمل رز اصفر. طبعا انا عملت لكم فيديو ليه على القناه تحفه. فبقيت بحب ان انا اجيبه. الحاجه بقى اللي انا جبتها وكنت موصيه عليها من رمضان والمصحف اهي جات لي اخيرا. العبايه دي لقيت والله نفس الشكل كمان اللي كانت لابساها مرات اخويا. فقلت لها انا عايزه زيها. انا عايزه زيها بصراحه.
بتنزلي بتخرجي بيها عادي. يعني انت لو عايزه تجيبيها للبيت هي تنفع للبيت، بس هي خروج، هي خروج. نفس الشكل ده جوه نفس اللون. ديت كانت بتتباع عند الست اللي هي كانت بتبيعها يعني. كانت ب 250 جنيه في رمضان. فطبعا بقى انا موصيه عليها فعلا من رمضان. فهي بقى لسه جايه، يعني الست عقبال لما جابت يعني اللي بتبيعها وكده، لسه جايباها امبارح. فهي كانت بقت عامله 300 جنيه. فقلت يا بنت مش مشكله هاتيها. فالحمد لله اهو جبتها. انا اصلا من نوع ان انا بحب الحاجات اللي هي السهله الخفيفه اللي انت تلبسيها وتنزلي. انا حتى اصلا في الشتاء مش من الشخصيات اللي هي بتلبس كذا حاجه فوق بعض علشان تتدفى، لا. انا ممكن البس اي حاجه صيفي من تحت وفيها جاكيت بس. انما يعني انا ممكن انزل بيه في الشتاء عادي، يعني ما عنديش اي مشكله. فالحمد لله اهو جه. حتى هو شكله هو باين من هنا بصراحة. سواء خامته تحفة، آه مقاسه حلو جدا مرحرح كده، وما بيحررش وجميل. واكتر حاجة اكتر حاجة بحبها فيه الاسورة دي بتاعت الايد، الاستك اللي بيبقى ماسك ده بيبقى بصراحة تحفة. انا بس كل اللي انا محتاجاه ان انا اجيب طرحة نفس اللون ده الكافيه ده، واجيب بندانة عليه بس. هكمله كده وبعد كده بقى هخرج بيه بقى اللي هو هنطلق بيه، لان اصلا انا اكتشفت بعد الجواز ان انا اغلب هدومي الخروج شتوي. وفعلا انا الشتوي عندي كتير اكتر من الصيفي. الصيفي عندي اتبهدل. فاللي هو لا، كنت محتاجه اجيب حاجه جديده. طبعا دي حاجه كده على قد الايد في الوقت الحالي، لحد بقى ان شاء الله ايه لما يبقى معايا مبلغ كده كويس انزل بقى ايه اشتري طقم محترم يعني. فديت طبعا للخروج البسيط يعني عند حماتي هنا، مش عارفه ايه حاجه تحت البيت كده يعني. فالمشاوير القريبه يعني. فبس دي كده كانت كل الحاجات اللي انا جبتها. مبسوطه قوي بعرض المناديل ان انا جبته ده، سواء ده او ده. ومبسوطه برضو ان انا جبت الكريم ده. طبعا استغل الفرص. وطبعا بما ان الحاجه غاليه كده، فالواحد بصراحه لما بيصدق ان هو بيقع على حاجه كويسه. بس كده يا بنات، ده كده كان كل الفيديو. اشوفكم بقى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.